وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله هنبدأ في دايرة وهنترك حاجة اسمها المحل الهندسي. اليوم آخر بإذن الرحمن. خلينا ناخد الحصة القادمة أو حتى اللي بعدها. المحل الهندسي ما في شيء بس اللهم إلا البعد بالنقطتين. بس خلينا أقول الدرس من اليوم لأن في زمايل ليكم عندهم أنشطة على الأقل نساعدهم. فخلينا نتكلم على الدائرة اللي احنا هنقوله اليوم في غاية الأهمية، مهم جدا جدا جدا. على الأقل شوف الأستاذ مؤمن بيكتب كده على الأقل من حصة اليوم في 10 درجات في الاختبار، على الأقل أقل شيء، يعني ندي لها أهمية. أول شيء ما هياخد منا 3 دقائق اللي هو معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونص قطرها نقط. معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها نق. ايه هي يا استاذ؟ س تربيع زائد ص تربيع يساوي نق تربيع. يبقى معادلة الدايرة اللي مركزها نقطة الأصل اللي هي نقطة 0 وصفر زي ما انتم شايفين كما تو س تربيع زائد ص تربيع يساوي نق ايه تربيع. المطلوب مني لما يجي يقول لك ايه شيئين لا أكثر ولا أقل، يجي يقول لك أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 5 سم. كل اللي عليك تقول س تربيع زائد ص تربيع يساوي 5 تربيع اللي هي 25. هذه هي معادلة الدائرة اللي مركزها نقطة الأصل. تمام. نقطة الأصل يا أستاذ يبقى معناته إن جنب السين والصاد ما يكون في أرقام. أو الشيء الثاني اللي يطلبه منك في الامتحان لو أنا أعطيتك معادلة زي كده س تربيع زائد ص تربيع يساوي 36 وقلت لك أوجد المركز ونق، تروح جاي لي المركز طالما ما في أرقام جنب السين، ما في أقواس ولا في أقواس، يبقى 0 وصفر. ونق الجذر التربيع ال 36 اللي هو كام؟ أهي جذر 36 يساوي 6. آخر شيء ما نريد أكتر من كده، آخر شيء يجي يسألني في موضوع النقطة التي تقع على الدائرة، أي من النقاط الآتية يقع على الدائرة، ويعطيني مجموعة من النقاط ويقول لي أي من هذه النقاط تقع على الدائرة. أقول لك إيش نسوي عشان نعرف ما إذا كانت النقطة تقع على الدائرة من عدمه. إحنا في الجزء الأول اللي ما لي أي أهمية عندي بس هنقوله على السريع. أي من النقاط الآتية تقع على الدائرة اللي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع يساوي 20، ومدينا النقطة اللي هي 2 و3. أول نقطة هذه أجي للسين وضع مكانها 2 تربيع زائد 3 تربيع يساوي 2 تربيع ب4 زائد 3 تربيع ب9، 4 زائد 9 13. طالما هذا الرقم لا يساوي هذا الرقم إذا النقطة لا تقع على الدائرة. لما يطلب مني يقول لي النقطة دي تقع على الدائرة لا تقع فين؟ على طول مباشرة من غير ما أفكر أعوض بالأرقام. إذا طلعت نفس الرقم اللي موجود يا شباب ويا بنات هنا إذا تقع، إذا طلعت غيره كما هذا لا تقع. اللي تقع الوحيدة اللي هي اللي تحت هذه اللي هي ج. يوم عوضنا 1 تربيع ب1 جذر 19 تربيع، التربيع يروح مع الجذر يعطيني 19. يبقى إذا 1 زائد 19 يساوي 20. إذا ال 20 هذا طلعت تساوي الحد المطلق، إذا النقطة تقع على الدائرة. يبقى إذا لما يجي يطلب مني يقول لي وضح ما إذا كانت النقطة تقع على محيط دائرة أم لا، من غير ما نفكر على طول مباشرة والله إذا كانت نفس المعادلة حققت لك المعادلة إذا تقع على محيط الإيه؟ الدائرة. إذا لم تحقق المعادلة يبقى لا تقع على محيط الدائرة. ما نريد أكثر عن كده استوب في الجزئية هذه. نروح بقى للمهم، والمهم جدا 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 اللي هي يا أستاذ الثانية هذه اللي مركزها دال وهاء ونص قطرها وطول نصف قطرها نق. هذه عكس اللي احنا شفناها من شوية. انا قلت لك على اللي فاتت هذه ما مهمة، انما هذه جدا مهمة. ايش هي يا استاذ الصورة؟ احنا بندي لها اسم نقول الصورة القياسية لمعادلة الدائرة. هذه اسمها الصورة القياسية. جت منين كلمة قياسية؟
هقول لك حالا تو. س تربيع س ناقص د لكل تربيع زائد ص ناقص ه الكل تربيع يساوي نق تربيع. هذه اسمها الصورة القياسية لمعادلة الدائرة. اتسمت قياسية لوجود أقواس. أقواس أهي، أقواس، هذه أقواس، عشان كده سميت الصورة القياسية لمعادلة الدائرة. أريد منك شيء مهم جدا، أريدك تعرف إن المركز بناخد اللي جنب س بعكس الإشارة يبقى د، واللي جنب ص بعكس الإشارة يبقى ه، عشان كده قلنا مركزها دال وهاء. وبخصوص الدال والهاء أريدك تحفظ شيء مهم جدا، إن الدال حبيبة الهاء السين، وإن الهاء حبيبة الصاد. وتذكر الكلام ده واضحك عليه تو وانت جالس عشان هنحتاجه كمان شوية. تمام، خلاص يا أستاذ. يبقى هذا اللي انت شايفينها أمامك هي الصورة القياسية لمعادلة الايه؟ الدائرة اللي مركزها د وهاء. يجي كده يديني مسألة ويقول لك عندك دائرة زي كده، أوجد المركز وطول نصف القطر للدائرة، وعاطيني كده س تربيع للدائرة س تربيع س ناقص 1 الكل تربيع زائد ص زائد 2 الكل تربيع يساوي 25. بسيطة يا أستاذ، سهلة جدا. أقول له المركز هو اللي جنب س بعكس الإشارة 1، واللي جنب ص بعكس الإشارة -2، يبقى والنق جذر التربيع ال 25 يعني نق بيساوي 5. سهلة جدا يا أستاذ مؤمن. تمام. تعالى المسألة الثانية. س تربيع زائد ص ناقص 5 الكل تربيع يساوي 49. هنقول له المركز، احنا ملاحظين ان جنب السين تربيع ماشي ارقام، ماشي ارقام يبقى 0، واللي جنب ص بعكس الاشاره يبقى 5، ونقول له نق بيساوي جذر 49 يعني نق بيساوي 7. جميل يا استاذ. تمام، يلا نكمل. واحده كمان، يجي يقول لي س زائد 2 الكل تربيع زائد ص تربيع يساوي 100، وطالب مني المركز. بسيطة جدا يا أستاذ. أقول له المركز -2 وصفر ونق بيساوي 100. تمام. يلا في تدريب على السريع، اختيارات. اختر مركز الدائرة. يلا أسرع شيء، أسرع واحد. ص ناقص 1 الكل تربيع زائد س زائد 2 يساوي 36. ألف 1 وسالب 2. اكتب لي بس في الشات اختيارك. باء 1 -1 و2. جيم -2 و1. يلا اختر في الشات، في الشات أمامك تو، أمامك في الزوم. اتش دي اتش يعني إيه اتش؟ ألف يعني. تمام 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 تمام، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. غالية دي القوس ده ما عارفينه يعني إيه. ممتازين ممتازين، بارك الله فيك. كلكم إجابة خطأ إلا الأزهر، ولا مين آخر واحد؟ طبعا الإجابة الصحيحة جيم. هوبا، صدمة، بيضحك علينا في الامتحان كده. إيه طبعا بيضحك علينا في الامتحان. إيه، تشوف الكلمة اللي كتبتها وأنت ضحكت. الدال حبيبة السين الأولانية ديت، الدال حبيبة السين، سواء كانت السين في الأول سواء كانت السين في الإيه، في الآخر. شوف الأستاذ مؤمن اللئيم، السين هنا أهي س زائد 2. أوه يا أستاذ، أنا على بالي إن الأولى السين. يا راجل حرام عليك، دي سين ديت، دي سين ديت. يبقى انت تدور على السين مهما كانت. السين موجوده فين تو؟ موجوده هنا. يبقى اخد اللي جنبها بعكس الاشاره. الدال حبيبتها، الدال حبيبه السين اهي، والصاد اخد ديت. اذا الاجابه، يا الله كده كيف الامتحان. ايوه، وناس يغلطوا فيها. انت وحدك شفت تو. بص على الشات تعرف اذا في ناس غلطت فيها ولا في ناس. يا استاذ تراني والله ما انتبهت. ما هو اللي غلط فيها فعلا ما انتبه.
يبقى لازم تعرف وتقرأ إن الأولانية صاد ولا سين. تمام، تركزوا، لأن المركز بيتكون من إحداثي. الإحداث الأول سين حبيبة السين، والإحداث الثاني الصاد حبيبة الصاد، فلازم هنا تبقى دال وهاء بعكس الإشارة. خلاص أستاذ، وعد إن شاء الله ما راح نخطأ فيها مرة تانية. نشوف عسى أصدقكم ولا ما أصدقكم. ها، مركز الدائرة س زائد صاد زائد 3 لكل تربيع زائد س ناقص 2 لكل تربيع يساوي 100. ألف 2 وسالب 3 باء سالب 3 و2. ها، جيم سالب 3 وسالب 2. ها، نختار. تمام. ها، ايوه، حد اختار زي ما في زي حتى. زين، تمام، احسنت يا عبيد. يبقى ناخد الاختيار الاول. حمو يا استاذ المره دي الاول، هذا الاول صح كده. ندور على حبيبه السين. حبيبه السين بعكس الاشاره، ايوه. حبيبه الصاد بعكس الاشاره. اذا المركز هو 2 وسالب 3. ديروا بالكم منها، من الاشياء اللي بتيجي في الامتحان وناس بيغلطوا فيها. طيب، مركز الدائره 2 س ناقص 8 الكل تربيع زائد 2 صاد ناقص 6 لكل تربيع يساوي 36. ها، ألف 8 و6 باء سالب 8 و6 جيم 4 و3. ها، نختار ألف باء جيم. ديروا بالكم من الأشياء هذه، مسائل كلها امتحانات. تمام، أحسنت، الله عليكم. ما نقف عليها واجد لأن ما شاء الله كليتهم عرفتوها، ما شاء الله، ممتازين، حلو، الله عليك. تمام، يلا ننتقل لأهم شوف أنا بقول إيه، أهم سؤال في الجزء اللي إحنا واقفين عليه تو ده. إحنا بعدنا ما واقفين في الصورة العامة، إحنا في لسه بعدنا في معادلة الدائرة اللي مركزها د وهاء. أهم سؤال فيها لما يجي يقول لي إيه، مثلا من هذه المسائل إيه، ومن تو اكتب عليها مهمة جدا. أنا هروها لك أهي قدام عينك، أنا هروها لك قدام عينك قبل ما أقصها. أخدها كوبيه واقص كذاك. المسألة ديت من المسائل الخطيرة، من تو اكتب عليها مهمة بصفحة 241، وانا اكتب لك عليها مهمة جدا جدا جدا. بتيجي مقالي وبتيجي اختياري. هذا السؤال من المسائل اللي جدا مهمة. يجي يقول لك اوجد مركز وطول نص قطر الدايرة 3 س ناقص 6 لكل تربيع زائد 3 ص زائد 12 لكل ايه تربيع. خلي بالك منها، من المسائل الجميلة والمهمة جدا. طيب يا استاذ اشرحها لنا افضل يا استاذ مو. ها، لو انا قلت مين شاطر بسرعه يقول لي نص القطر هيساوي كام هنا على السريع؟ نص قطرها نق يطلع 6. بكام؟ 6. شوفي 6، ضحكنا عليكي. البت الغاليه ورزان اللي مذاكرها عشان كان عنده امتحان يا سلمى. تمام، خلينا نشوف يا استاذ شاطرين اللي قال 2 صح. السؤال ده فيه مطب وفي فكره، وانا قلت عليه من اول من قبل ما اشرحه. خلي بالكم منه، السؤال ده مهم. نعمل ايه يا استاذ مؤمن؟ اولا هو بيقول لك 3 س ناقص 6 لكل تربيع زائد 3 ص زائد 12 لكل تربيع يساوي 36. اول شيء عشان تعرف تجيب معادله الدائره لابد من عدم وجود عوامل مشتركه، ما يكون عامل مشتركه. يبقى اول شيء ناخذ عامل مشترك، ناخذ عامل مشترك. طيب العامل المشترك اللي هناخده يا استاذ مؤمن 3. احسنت، يبقى 3 س ناقص 2 الكل تربيع زائد 3 ص زائد 4 الكل تربيع يساوي 36. حموك ذاك سويت يا استاذ، لان الثلاثه اللي انت راح تاخدها عامل مشترك هذه موجوده داخل القوس اللي مرفوع له اس 2، فلازم تبقى عارف ان هي ضمن التربيع. لما تيجي تخرجها بره تتخرج مربعه، يعني التربيع يجي عليها تصير 3 تربيع س ناقص 2 الكل تربيع. نفس الشيء التربيع يجي عليها ويجي على القوس 3 تربيع صاد زائد 4 لكل تربيع يساوي 36. ها، كمل يا أستاذ. يبقى هتصير 9
س ناقص 2 الكل تربيع زائد 9 ص زائد 4 الكل تربيع يساوي 36. هنا تروح جاي انا هقسم الاطراف كلها يا استاذ مؤمن على 9. هقسم على 9 يبقى اقسم هنا على 9 وهنا على 9 وهنا على 9. تمام. هيصير عندك س ناقص 2 الكل تربيع زائد ص زائد 4 الكل تربيع يساوي 36 على 9 فيها الأربعة. أبدأ بقى أقول له المركز 2 وسالب 4 ونق جذر الأربعة اللي هو الاثنين زي ما البنات قالوا. ودي من المسائل الخطيرة مهمة جدا. هقول لك على الخطأ الشائع. أكتر خطأ شائع إن الشباب يطلع لي مين عامل مشترك بس. ها مين يكمل الجملة؟ الشباب والبنات بيطلعوا مين عامل مشترك؟ ها يطلعوا لنا الثلاثة فقط بدون تربيع. يقول لك انا يا استاذ لعبتي دي يا استاذ عارف ايش هسوي؟ هاخد الثلاثه بره عامل مشترك ويطلعها ثلاثه فقط بالشكل من دون تربيع. وعاد بعد كده يقسم على ثلاثه وتبدا تتازم عنده الامور. لا خلي بالك، الثلاثه كانت موجوده هنا بالتربيع، الثلاثه كانت موجوده هنا بالتربيع. يبقى لما تيجي تخليها خارج تطلع مربعه. يبقى 3 تربيع س ناقص 2 زائد 3 تربيع ص زائد 4 يساوي 36. وتبدأ تسوي وتقسم عليها. دي من المسائل المهمة، قد تكون أهم مسألة في اللي مركزها د وهاء اللي أنت شايفها قدامك دي. طب تجيني بشكل تاني كيف يا أستاذ؟ أهي تيجي بالشكل اللي أنت شايفه كده. ها شوفوا كده، يعطيني مسألة اختياري ويقول لي في الشكل المقابل طول نص قطر الدائرة التي معادلتها. يريد نص قطر الدائرة. الطالب اللي متسرع، الطالب اللي ما مركز. خلي بالك المسألة دي بتخاطب 3 فئات من الطلاب: طالب حافظ رياضيات، طالب متعجل يعني، وطالب مركز. تعال شوف الطالب اللي حافظ رياضيات. ده الأستاذ مؤمن عرفنا، قال لما يكون عندك معادلة والطرف الثاني فيها رقم يبقى جيب الجذر التربيعي ل 36. إذا الجذر التربيعي ل 36 6. الاختيار 6. وتقول له يعوض ربنا عليك يا درجة أراك في الجنة إن شاء الله. تمام. الطالب المستعجل حبتين. أقول لعبتي أنت تضحك عليا يا أستاذ مؤمن. شوف أنا هعمل إيه. التلاتة أنت خبرت إن تطلع مربع يبقى تبقى 9 ودي هتبقى 9 وتبقى 9. يبقى لما اقسم على 9 يطلع ب4. اذا نق ب4. ده طالب مستعجل والاخطاء دي بتحصل. اللي انا بقول لكم عليه ده اللي بسويه ده اخطاء شباب وبنات بيسووها في الامتحان. ده طالب مستعجل اللي اختار 4 ده. اما الطالب اللي مركز اللي ماشي اللي هادي خطوه خطوه يقول لك الثلاثه تخرج تبقى تربيعها 9. يبقى هتصير عندي 9 في س زائد 2 الكل تربيع زائد 9 في صاد ناقص 1 الكل تربيع يساوي 36 على 9 على 9 على 9. إذا 36 على 9 يساوي 4. خلي بالك يا طالب هذه نق تربيع. هو يريد مين؟ يريد نص القطر. يبقى إذا نص القطر بس الجذر التربيعي ل4 بتكون الإجابة 4. ديروا بالكم عشان هذه مسائل مهمة بتيجي في الامتحانات وبيكون فيها أخطاء. أديني خبرتكم ودي من المسائل اللي جدا مهمة. هذه المسألة اللي انتم شايفينها أمامكم من الأهم المسائل اللي موجودة على هذا الدرس. يعني هو ده اللي بيجي في الامتحان سواء كانت مقالي بالشكل اللي انت شايفه أمامك ده هذه المقالية، سواء كانت اختياري بالشكل اللي انت شايفه أمامك. ودي من المسائل اللي جدا نريد ننتبه ليها. طيب ايه تاني يا استاذ مؤمن يقول لي عليه في النوع ده من المسائل؟ اهو شوفوا انا هدي لك وانت تحل اهو. يلا تدريب. تدريب. ها انا هكتب لك التدريب اهو. طول قطر الدائرة التي معادلتها 2 س ناقص 4 الكل تربيع زائد
2 صاد ناقص 8 لكل تربيع يساوي 64. ها ألف 16 4 8 2. يلا يا حلوين. يا غالية يا غالية تحت يا ستي. ها نشوف. يا الله سنة 10 تبقى تركز في الأسئلة وأنتوا بتحلوا، تجلس في الامتحان كده عينك في وسط راسك وأنت بتحل. ما شاء الله خدنا كل الاختيارات ألف وباء وجيم. حد اختار دال عشان يبقى خدنا كل الاختيارات. خدينا كل الاختيارات ما شاء الله. معقولة أنا بقى أختار دال عشان يبقى كل الاختيارات خديناها. الإجابة الصحيحة جيم. جيم. كيف يا أستاذ؟ مستحيل. مستحيل يا أستاذ مؤمن. المستحيل بعيد إن أنت تبقى شايف قدام عينك ده ما تقرأ. أنت بتحل المسألة بإحساسك ولا بشوفتك للسؤال؟ جالس يقول طول قطر الدايرة، طول قطر الدايرة اللي معادلتها كذا كذا كذا، طول قطر. والله يا استاذ شايف انها نص قطر. انا مالي ومال اللي انت شايفه، خليك في اللي مكتوب. طول قطر الدايره. فتخلي بالك هتطلع الاثنين عامل مشترك فهتقسم 64 على الاربعه يعطيك 16. جذر ال 16 4 ده نق. هو يريد طول القطر كله، يعني يريد 2 نق. 2 في 4 بكام؟ ب8. ننتبه نركز واحنا بنقرأ السؤال عشان الدايرة فيها ألعاب سهلة، هي سهلة جدا كمان، بس في لعب بسيط كده بالألفاظ وبالأرقام. تعالوا نروح للصورة العامة لمعادلة الدايرة. يا أستاذ ما نعرف غير كده بس في الدايرة إيه، بس أنتوا عرفوا لي هذا ويبقى جزاكم الله خير. تعال نروح لحاجة اسمها معادلة الدايرة. إيه هي معادلة الدايرة يا أستاذ؟ وديني قلت لكم هو الأهم مسألة على الإطلاق. خليني للمرة الأخيرة اهو. هذه في معادلة في الدرس الخاص بالصورة القياسية لمعادلة الدائرة. أهم مسألة على الإطلاق هذا النوع من المسائل. لازم تعود نفسك تحل عليها واحدة وتتقنها 200 200. النوع ده من المسائل مهم جدا، خلي بالك منه. النوع ده من المسائل مهم جدا، خلي بالك منه. نبهنا اهو. هننتقل بقى لأكثر جزء مهم أيضا، اللي هو الصورة العامة لمعادلة الدائرة، ودي برضو فيها أشياء مهمة جدا. الصورة العامة لمعادلة الدائرة. أول شيء يا حلوين الصورة العامة لمعادلة الدائرة ديت لازم نحفظها. لازم أحفظها لأن بيجي عليها سؤال في الامتحان. إيه هو يا أستاذ؟ أول شيء س تربيع زائد صاد تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف صاد زائد ج يساوي صفر. هذه لازم احفظها يا استاذ. ايوه لازم احفظها يا استاذ. س تربيع زائد صاد تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف صاد زائد ج يساوي صفر. ده مش بس كده، ده انت كمان او دي انت كمان هتحفظ اللي جاي ده. ان المركز اسمه سالب لام وسالب كاف. بغيت تسميه سالب نص معامل السين وسالب نص معامل الصاد. تمام. بغيت تقول نقسم السين والصاد على سالب 2. تمام. والنق يساوي الجذر التربيعي للام تربيع زائد كاف تربيع ناقص جيم. تمام. هذه الصورة العامة لمعادلة الدائرة، وفيها كلام جديد كتير جدا مهم.
فيها كلام واجد مهم راح نقوله مع بعض حالا. يبقى معادلة الدائرة أو الصورة العامة لمعادلة الدائرة س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س زائد 2 ك ص زائد ج كله زائد زائد زائد. المركز سالب لام وسالب ك، ونص القطر لام تربيع زائد ك تربيع ناقص ج. طيب سؤال مهم جدا، الشروط التي يجب توافرها لكي تكون المعادلة معادلة دائرة. طيب يا أستاذ، 4 شروط، على كل شرط بيجي سؤال في الامتحان. معقولة يا أستاذ مؤمن؟ نعم، 4 شروط. الشرط الأول إن المسألة تكون تربيعية، يعني تحتوي على س تربيع وص تربيع. تربيعية في السين والصاد، تحتوي على س تربيع وصاد تربيع. الشرط الثاني معامل السين تربيع يساوي معامل الصاد تربيع، اللي قدام السين تربيع يساوي اللي امام الصاد تربيع. الشرط الثالث خالية من الحد س صاد، يعني ما فيهاش الحد س صاد، لا تحتوي على الحد س صاد. الشرط الأخير نق أكبر من أو يساوي إيه؟ صفر. يا أستاذ إحنا نقرأها نق أكبر من فقط يا أستاذ مؤمن. قال لك يا سيدي أكبر من أو يساوي، إحنا بنعتبر إن لما النق يساوي صفر معادلة نقطة، والنقطة مكون من الدايرة. تمام؟ فعادي خليتها نق اكبر منها ويساوي صفر، نق اكبر من صفر، ومش هيسالك في اغلاق الفتره او فتحها. هراويك هيسالك فيها ازاي. طب يا استاذ احنا نسويها ايه؟ سويها نق اكبر من او يساوي. طيب تعالى نبدا نشوف هيسالني في الكلام ده ازاي. قبل ما نشوف هيسالني في الكلام ده ازاي، تعالى في الاول نبدا نتعلم كيف نجيب نص القطر. لما يديني دايره ويقول لي هات نص القطر، اللي مفاتح الميكروفون يسكره بعد اذنك. عاد انا عندي واجب، انا نبهت من حصه جدا هذه مهمه. تعال نسال كده، اذا انت فهمت الشروط اللي انا قلتها الان، هل المعادلات اللي امامي تمثل معادله الدائره ولا لا تمثل، ولماذا؟ رقم الف، تمثل دائره ولا لا تمثل دائره؟ لا تمثل. ليش يا سلمى؟ لأنه فيها س صاد. ممتازه، تمام. يلا يظهر رقم باء، تمثل معادله الدائره ولا لا تمثل؟ رقم باء لا تمثل. هي اخر كلام. إيه؟ ليش لا تمثل؟ ايه السبب؟ لأنه السين تربيع والصاد تربيع ما مجموعات بعض، ما بينهم جمع. ما بينهم جمع، هو لازم يكون بينهم جمع؟ نعم. لا هو كلامك صح، بس قوله صح. لأن معامل السين تربيع لا يساوي معامل الصاد تربيع، ده بالواحد، أما هذا بالسالب واحد. أحسنت يا أزهر. طيب خلينا نروح نشوف س تربيع زائد صاد تربيع زائد 2 س زائد 2 صاد زائد 10. ها، تمثل معادلة دايرة ولا لا تمثل؟ أول شيء يا أستاذ لازم أجيب نص القطر. نص القطر هنجيبه كيف؟ أقول لك، الاثنين الكاف 2 لام بيساوي 2، او نقول كده على طول، المركز سالب نص معامل السين اكس من على سالب 2 هنا على سالب 2، يبقى المركز سالب 1 وسالب 1، يعني اللام بتساوي 1 والكاف بتساوي 1 والجيم عندك ب10. دخل على الحسابة 1 تربيع زائد 1 تربيع ناقص 10، يعني 2 ناقص 10، يعني جذر سالب 8 لا يستوي، ما يستوي أبدا، يبقى غير نق أقل من الصفر. إذا هذه لا تمثل معادلة إيه؟ دايرة. طب هو يا أستاذ مؤمن هيجي في الامتحان يقول لي إيه؟ زي ما أنت شايفها كده، أي من المعادلات يمثل لا يمثل معادلة دايرة، يبقى ديت وديت وديت. ومن الممكن ان يجي بدل يقول لك لا يمثل، اي من المعادلات الاتيه تمثل، يبقى في الحاله هذه هتكون المعادله الاخيره، لان احنا اثبتنا ان الالف والباء والجيم
لا تمثل معادلة إيه؟ دائرة. والكلام اللي إحنا بنقوله ده مهم، الحصة جدا جدا مهمة. إحنا مش بنقول صعبة، في فرق ما بين صعب وما بين مهم. هي سهلة بس مهمة، فيها أشياء جدا مهمة. طيب خلينا نروح بقى نشوف نتعامل كيف نوجد نص القطر وإزاي نجيب القطر، ونشوف هيسألني كيف في الامتحان في الموضوع نص القطر والمركز بالنسبة للصورة العامة. أهو أول سؤال يجي يسألني بالشكل اللي أنت شايفه ده، اوجد نص القطر للمعادلة هذه، وهيدانا اختيارات. طيب بسيطة يا أستاذ، إحنا نتعلم تو، مش نجيب نص القطر، إحنا نجيب نص القطر وكمان المركز. نعمل إيه يا أستاذ مؤمن؟ تسمع نصيحتي؟ أيوة أسمع نصيحتك. السين موجودة؟ السين موجودة ولا ما موجودة يا شباب؟ ما موجودة. لو ركزت ما موجودة يبقى إذا صفر، يبقى المركز الإحداثي صفر السيني. طب بالنسبة للصاد اقسم على -2، على -2، 6 على -2 يعطيني -3، يبقى المركز جبته انت صفر وسالب 3. وبالنسبة للجيم يا أستاذ أهي -6، أريد أنا نق، أقول له نق بيساوي الجذر التربيعي للام، ده اسمه سالب لام، يبقى اللام بصفر، وهنا اللام ب3، الكاف ب3 آسف، يبقى صفر تربيع زائد 3 تربيع ناقص ج، يعني ناقص 6، يبقى جذر 9 زائد 6 يطلع الجذر كام؟ 15، يبقى نق بيساوي جذر 15. تاني كده يا أستاذ، حالا تاني أهي، تاني في واحدة هتوضح أكتر من دي شوية. أنا بطلب منك المركز، هو بيطلب نص القطر، أنا بطلب منك المركز ونص القطر. خلينا نشوف السؤال، قال السؤال بيجي كده في الاختبار على الصورة العامة عشان تاخد كل أنواع المسائل، هيجي سؤال زي كده يقول لي نص قطر الدائرة التي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع ناقص 6 س ناقص 4 ص. هو بقى نص القطر، احنا هنجيب نص القطر مركز، اعمل ايه يا استاذ؟ اقول له الحل، اخد المعادله يا شباب، س تربيع زائد ص تربيع ناقص 6 س ناقص 4 ص زائد 9 يساوي صفر، واعمل ايه؟ اجيب نص، اقسم السينات على سالب نص اهو، على -2 يعني، واقسم الصادات على -2، واقول له المركز هو ها -6 على -2 3، احسنت. الصاد -4 على -2 2. اما بالنسبه لنق، نق هيساوي الجذر التربيعي للام تربيع زائد كاف تربيع ناقص ج. اكتبه معايا. اول شيء تبقى عارف ان اللي جوه ده عكس اللام، يبقى اللام ب -3، هذه يبقى الكاف ب2، يبقى تعوض في القانون، وعندك الجيم ب9 فوقها، لام تربيع يبقى -3 تربيع زائد كاف تربيع اللي هي 2 تربيع ناقص 9 اللي هي الجيم، يبقى انت عندك جذر 9 زائد 4 ناقص 9، راحت -9 مع الموجب 9، جذر 4 يساوي 2. إذا لو أنا عندي اختيار في الاختيارات اسمه الاثنين أختار الاثنين. كذاك يجي في الامتحان على الجزء الأول من الصورة العامة كيف يطلب المركز ونص القطر. طيب إيه كمان يا أستاذ يطلب مني في الامتحان؟ هنبدأ ندخل اهوت في شيء تاني آخر أيضا المهم بقى. إحنا جينا لشيء اسمه شروط الدايرة، شروط الصورة العامة لمعادلة الدايرة. مين شاطر يقولها؟ يا محمد أحمد قول لنا كده الشروط يا محمد. أول شرط إيه؟ إنه المعادلة تكون تربيعية. ممتاز. والشرط الثاني معامل س تربيع يساوي معامل ص تربيع. أحسنت. وإنها 3 لا تحتوي على الحد اللي يحتوي على س ص. ممتاز، لا تحتوي على الحد س ص، خليها من الحد س ص. آخر شيء النق أكبر من الصفر، أكبر منه أحسنت. يساوي صفر. ممتاز، سواء كده ولا كده صح. نق أكبر منها ويساوي صفر، نق أكبر من الصفر. أيوه ممتاز يا محمد، جزاك الله خير. هنا بقى كل واحدة من دول الآن الأستاذ قال كل واحدة بيجي عليها سؤال. طب يجي كيف السؤال؟ يلا نروح نطير مع بعض نشوف السؤال بيجي إزاي. هذا أشهر واحد على الإطلاق وفي ناس كتيرة بتطيح فيه.
هذا السؤال. كان عندي ربعكم زملاتكم من الأسبوع الماضي كان عندهم اختبار وقلت لهم انتبهوا منه بيجي في الامتحان هذا السؤال. طبعا انت هتشوفوا اجابتك فهتحس ان هو سهل، في حين ان في ناس كتيره طاحت في السؤال ده. يجي يقول لك مجموعه قيم كاف التي تجعل المعادله هذه تمثل معادله دايره. انا احيد يا استاذ السؤال ده، تمام، مثل من المسائل المهمه. هذا على شرط ان معامل السين تربيع يساوي معامل الصاد تربيع. عشان المعادله اللي عندي يا شباب ويا بنات تمثل معادله دايره لازم معامل السين تربيع يساوي معامل الصاد تربيع. طب معامل السين تربيع هنا اسمه ايه؟ اسمه كاف ناقص واحد الكل تربيع يساوي واحد ناقص كاف الكل تربيع. واحد ناقص كاف. خدنا اللي امام السين تربيع هذا هو، وخدنا اللي امام الصاد تربيع نبقى هذا هنا. جميل جدا. انسى بقى المساله اللي امامك ده وحل الشغل هذا من صف تاسع. كنت تعمل ايه؟ افك الطرفين يا استاذ، يبقى مربع الاول نفس الاشاره، الاول في الثاني في 2 زائد مربع الحد الثاني يساوي واحد ناقص كاف. تاني يا استاذ، هذا بفكه مربع الاول نفس الاشاره اول في تاني في 2 اهو زائد مربع الحد الثاني، وبالنسبه لهذا نزل كما هو. جميل. وبعدين يا استاذ ودي الصوب الاخر بعكس الاشاره، نقل كله هنا بعكس الاشاره، يبقى كاف تربيع ناقص 2 كاف زائد واحد. هنودي بقى بعكس الاشاره، ناقص واحد زائد كاف يساوي صفر. جميل جدا. ايش اللي يحصل تو يا استاذ؟ سالب واحد راح، سالب واحد راح مع موجب واحد. السالب 2 كاف ديت والكاف الواحدة يعطيني كاف تربيع ناقص كاف واحدة. همون يا أستاذ من هين جت؟ خسرت 2 وكسبت واحد يبقى خسرت واحد. تمام. أبدأ أقول آخد الكاف عامل مشترك، آخد الكاف عامل مشترك، يبقى كاف ناقص واحد يساوي إيه؟ صفر. يبقى إما الكاف يساوي صفر وإما الكاف ناقص واحد يساوي صفر، ومنها الكاف يساوي لي واحد. يا أستاذ مؤمن أنا كنت باغي أخبرك صح يا أستاذ إن أنت فعلا السؤال ده في المذكرة حلينه خطأ. الإجابة الصح أنت مطلع لنا صفر وواحد، بس في الاختيارات نختار صفر. لا يا أستاذة أنا ما أخطأت، لأن الإجابة الصح هي فعلا الجيم اللي هو ليه الصفر، لأن الكاف هذه مرفوض. ايوه صح. ليش يا استاذ انت رفضتها؟ حد يقول لنا ليش رفضناها؟ لأنه لو عوضناه بها بواحد ما هتساوي معامل سين تربيع معامل صاد تربيع. زين، وانا مجبر ان انا اعوض يا سلمى؟ ما واحد يقول لك انا ايش اللي خليني اعوض يا استاذ؟ انتوا زمان كنتوا تعطيني المعادلات وانا احلها واجيب لكم المجهول، ما كنت اعوض. ايش ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ تقول له ايه؟ سكتت اللي بنت سلمى. سلمى هنا رحت يا سلمى. ان المعامل بيستوي صفر وهو ما يصير انه يستوي صفر. ايوه. لا زميلك بيسال يقول يا فارس حمو اعوض يا استاذ. انا كنت زمان احل معادلات زي كده واطلع قيمتين اقول له يبقى السين بواحد والصاد بصفر او الكاف بصفر والكاف بواحد. ليش انا اللي يخليني، ايش اللي يخليني اطلع اعوض؟ اقول لك انا اجاوبك السؤال الاجابه هذه. انا لو كاتبين لك في السؤال، لو انا كاتبت لك في السؤال حل المعادله، حل المعادله كاف تربيع ناقص كاف يساوي صفر، ايه تروح جاي الكاف عامل مشترك كاف ناقص واحد، اما كاف يساوي صفر اما كاف يساوي واحد. هذه مجموعة الحل يا استاذ مؤمن صفر واحد. اذا انا قايل لك حل معادلة، انما لا، ده انا بقول لك جيب قيمة كاف اللي تخلي ديت دايرة. عشان كده مش اي كاف تاخدنها، ده انت تاخد الكاف اللي لو عوضت بيها هنا خلالك معامل السين تربيع يساوي معامل الصاد تربيع. تعال خد الصفر كده، صفر ناقص واحد سالب واحد تربيع بواحد يبقى واحد سين تربيع. صفر واحد ناقص صفر بواحد صاد تربيع. الله، هنا فعلا يا استاذ لما الكاف بصفر المعاملات تساوي. طب تعال شوف المصيبه اللي راح تحصل تو. واحد ناقص واحد صفر،
صفر في أي شيء. يا سلام، طيرت السين تربيع يا أستاذ، وأنت جالس تغني لنا من الصبح وتقول إن عشان تكون معادلة تربيعية لازم تكون تربيعية في السين وصاد، يعني فيها سين تربيع وفيها صاد تربيع. واللي أنت هتسويه تو يا أستاذ مؤمن، هتطير السين تربيع والصاد تربيع، وبناء عليه نخلي بالنا من هذه المسائل. خلي بالك من هذه المسائل، بيكون فيها مطب. تمام، جميل يا أستاذ، خلاص عرفناها. يبقى عرفتها هيسألني في الشروط كيف؟ راح يسألني في الشروط بالشكل اللي انت شايفه تو ده. تمام، نروح نشوف مسألة أيضا كيف يسألني يا أستاذ في الشروط. احنا اتفقنا. اتفضل. أستاذ، في هذه المسألة لو عوضنا عن الكاف بواحد، بالمعاملات السين تربيع والصاد تربيع بتختلف. عشان كده قلنا مرفوض. يعني الواحد مرفوض. ايه ترى مو واحد مرفوض؟ ايوه اهو. انزين الصفر نوبة، يعني صفر ناقص واحد ايوه، سالب واحد. عسل انا معاكي. ها يلا يا جميل. ها واحد سالب واحد ناقص. تربيع. لحظة، سالب أيوة واحد تربيع. واحد. صح يا ست طيبة. تمام، ننتقل الآن to another questions. Where is ضع. الله يسامحك يا طيبة، كنا ماسكينه في ايدينا تو. هين تو رايحين. خلينا ناخذ طالما هذا اجى في طريقنا، خلينا نشله طالما هذا اجى في طريقنا. هذا السؤال مال الهاء ومال الدال اهو على موضوع القطر. احنا اتفقنا وقلنا ان كل واحد من المسائل، كل شرط من الشروط هيسألني عليه. الله يا أستاذ، وريني كده السؤال هذا يا أستاذ، تو هنشوفه مع بعض. قيمها التي تجعل المعادلة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 2 س ص ناقص 2 س ناقص 4 ص ناقص ه زائد 8 يساوي صفر. أيوة، خلي بالكم بقى، أول ما يجيني مسألة فيها مجهول في الامتحان، نعرف ان المسألة هذه على خصائص الدايرة، وخصائص الدايرة اللي هم الأربعة اللي احنا اتكلمنا فيهم حالا تو دول. طيب، إما أن يكون أول شيء يا أستاذ مؤمن تربيعية في السين والصاد، يبقى الخاصية الأولى متحققة. ثاني شيء معامل السين تربيع يساوي معامل الصاد تربيع، إذا الخاصية الثانية متحققة. ثالث شيء لا تحتوي على السين صاد، إذا الخاصية الثالثة متحققة. يتبقى إيه؟ الشيء اللي خاص بنص القطر. أيوة، يبقى لازم عشان تكون معادلة دائرة نق أكبر من أو يساوي صفر. يا أستاذ أنت قلت لنا ممكن نكتبها أكبر من صفر، هنا هتستوي مشكلة يا أستاذ في الفترة. لا والله، هو مش هيسألك أبدا في موضوع الفترات هنا، لان في ناس بتعتبر، في بعض الدول بيعتبروا ان النقطه دايره، فعشان كده بتمشي على هذه اكبر من صفر فقط لو ما اعتبرت ان النقطه دايره. انما لو اعتبرت ان النقطه دايره تاخد معاك اللي يساوي، عشان كده ما هيسالك، ما تخاف. يعني احنا تريدنا نشتغل عليها يا استاذ مؤمن، خليك على اكبر منها ويساوي، خبرتك يعني. طيب تعالى نروح هنعمل ايه يا استاذ. اول شيء اريد انبه عليه شيء مهم جدا جدا جدا. ايه هو الشيء المهم اللي تريد تنبه عليه يا استاذ مؤمن؟ ان هذه اسمها س تربيع، هذه اسمها ص تربيع، هذه اسمها سالب 2 س، هذه اسمها صاد. من هنا وقبل تاني، من عند الصاد وقبل شيء، ومن هنا والناحية هذه شيء آخر. يعني إيه؟ يعني من عند السالب ها كل ده اسمه جيم. حتى إذا كان يا بنات ويا شباب الجيم ده ما حدين فقط، 3 حدود كمان. طالما انت شفت الصاد وشفت السين وشفت السين تربيع وشفت الصاد تربيع، اذا اللي راح يتبقى مهما كان حد 2 3 10 100 هو خاص بالجيم. لان في ناس تقول لك يا استاذ الهاء دي تبع الصاد، يا استاذ الجيم بس ب8، احنا متعودين ان يكون الجيم الحد المطلق رقم بس. قال لك لا، انت اخر شيء شايفينه هنا الصاد، اللي يجي بعدها مباشرة كان حد 2 3 10 اسمه جيم، ودينا نبهنا
اسمه جيم. تمام، يبقى هنا كل ده اسمها جيم. يلا يا أستاذ نحل المسألة. هنحلها كيف يا أستاذ مؤمن؟ هقول تو. أول شيء نقول له إن الألف 2 لام، اللام أقسم هنا على -2 على -2. يبقى المركز لو أنت عايزينه، المركز هيبقى 1 و2. إحنا ليه بنجيب المركز يا أستاذ مؤمن؟ حالا تعرف. عشان أقول له يبقى اللام ب1 والكاف ب2. دخل زميلتكم. طيب، واحنا تو حالا الاستاذ مؤمن نبه علينا وقال ان الجيم اسمها -ها زائد 8. من هين جبناها؟ جبناها من هنا. خلاص، النق ليه قانون احنا عارفينه، الجذر التربيعي للام تربيع زائد كاف تربيع ناقص جيم أكبر من أو يساوي 0. شيل كل لام وعوض مكانها. يبقى نعوض مكانها، يبقى -1 تربيع زائد الكاف اللي هي -2 تربيع ناقص، افتح قوس بقى. حمو يا أستاذ نفتح قوس لأن الجيم عندك حدين، هتحطها هنا اللي هي -ها زائد 8 أكبر من أو يساوي 0. وما تنسى إن الكلام كله ده تحت الجذر. جميل جميل يا أستاذ. يلا اشتغل يا بطل. جذر التربيع 1 زائد 4 ناقص ها ناقص 8 أكبر من أو يساوي 0. أستاذ ليش الزهاء بقت بالموجب؟ أقول لك ليش. أنت عندك سالب في سالب بموجب، وسالب في موجب بسالب. حلو، يبقى الجذر التربيعي 4 زائد 1 5، يبقى ها ناقص 3 أكبر من أو يساوي 0. أقول له بتربيع الطرفين عشان أطير الجذر. يبقى ها ناقص 3 أكبر من أو يساوي 0، وأدي بعكس الإشارة. إذا ها أكبر من أو يساوي 3، يبقى من 3 واللي أكبر منها 5 6 7 8 إلى ما لا نهاية. يبقى الما لا نهاية مفتوح والثلاثة مسكر. أستاذ لحظة بس، أول شيء أريد أسأل عليك، من هين جت الثلاثة هذه؟ حاضرين. عندك 1 زائد 4 5، 5 نقص منها 8 يعطيك -3. ربعنا الطرفين، نقلنا بعكس الإشارة. ها أكبر منها ويساوي 3، يعني 3 4 5 6 7 8 وهكذا. يبقى إذا من 3 إلى ما لا نهاية. جميل جدا. أستاذ أنت جالس في أول الكلام تقول ممكن تحط أكبر من وأكبر منها ويساوي. ما أنا وضحت أكبر من فقط يا أستاذ، كانت هتبقى الاختيار مفتوح. يعني أنا كنت هغلط، قال لك لا، شوف كده الاختيارات مستحيل تلاقي في 3 مفتوح. يعني بالنسبة للسائل ما لا نهاية أهو، يعني هو بيراعي، عارف إن في ناس ممكن تحلها على أكبر منها ويساوي، وفي ناس ممكن تحلها على أكبر. الاختيارات مستحيل تلاقي اختيار اسمه 3 وما لا نهاية مفتوح، هذا ما هتحصله أبدا. يبقى الاختيار الصح طبعا هيكون 3 وما لا نهاية. والمسألة هذه من المسائل اللي جدا مهمة. هذه المسألة من المسائل اللي جدا مهمة، لازم ننتبه ليها. تمام، خلينا نروح لشيء آخر. ايه هو الشيء الآخر اللي نريد نروح عنده؟ سؤال بيجي في الامتحان من المسائل المهمة، ويعتبر أهم مسألة في الصورة العامة، اللي هي إيه يا أستاذ؟ التحويل من الصورة العامة إلى الصورة القياسية. واسمعوا من الأستاذ مؤمن الكلام اللي أنا هقوله ده، وهتحل عليه تدريب كمان شوية. شوف الأستاذ اكتبتها، ونتقابل إن شاء الله إذا أحيانا ربنا الفصل الدراسي الثاني. ده سؤال مقالي في الاختبار عليه 4 درجات. سؤال مقالي في الاختبار عليه رقم 4 درجات. عايز كمان رقم السؤال 22، مسألة رقم 22. طيب، يجي يسألني فيها يقول لي إيه يا أستاذ في السؤال رقم 22؟ يقول لي حول من الصورة العامة، وفي خطأ كبير لو سمحت نريد نركز فيها. المسألة اللي أنا هعطيها هذه
مهمة جدا جدا جدا، عشان أنا أقول فيها بعض الأشياء اللي بنغلط فيها للأسف، بعض الأشياء اللي بنغلط فيها للأسف. هذا السؤال هو يجي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه أمامكم تو حالا. حول معادلة الدائرة الآتية إلى الصورة القياسية ثم أوجد إحداثيات المركز وطول نص الإيه؟ القطر. تمام؟ طيب يا أستاذ، هنحلها كيف؟ أول شيء قمة التركيز ليها خطوات للحل. أول خطوة في حل النوع ده من المسائل، ركزوا معايا أقول له الحل. إذا كان في رقم أمام السين تربيع والصاد تربيع أقسم عليه. يعني إيه يا أستاذ مثلا؟ يعني لو لقيت 2 س تربيع، 3 س تربيع، 4 س تربيع، أقسم عليه على طول. طيب أقسم كل المعادلة طبعا. إذا ما شيء يا أستاذ، إذا ما شيء، يبقى أول خطوة تعملها نرتب المسألة. كيف نرتبها؟ ناخد السين تربيع جنبيها السين، يبقى س تربيع ناقص 8 س زائد صاد تربيع زائد 16 صاد، ونقل ال 79 الناحية التانية بعكس إشارتها، بدل ما هي بالموجب خليها بالسالب. تاني كده يا أستاذ، تاني. السين تربيع زائد صاد تربيع ناقص 8 س زائد 16 زائد 79. أعمل إيه يا أستاذ؟ آخد السين تربيع مع اللي كماها وأكتبهم في الأول، وبعدين الصاد تربيع مع اللي كماها واكتبهم بعدين، وبعدين العدد اللي عندي انقل الصوب الاخر بعكس الاشاره. جميل جميل جدا. وبعدين اهو شوف الخطوه دي، نضيف للاطراف للاثنين نص معامل س الكل تربيع ونص معامل صاد الكل تربيع. يعني ايه يا استاذ؟ مش فاهم، حالا تفهمه. هتروح جاي س تربيع ناقص 8 س. ها، الثمانية هذه نصفها كم؟ نصفها 4، أربعها يعني تقول زائد 4 تربيع. طيب كمل. زائد الصاد تربيع زائد ال 16 صاد. ها، ال 16 هذه نصفها كم؟ 8، أربعها زائد 8 تربيع يساوي السالب 97 اللي في مكانها ديت، هتضيف عليها 4 تربيع زائد 8 تربيع. تمام تمام، كمل يا أستاذ مؤمن. ممكن تعيدها يا أستاذ؟ ممكن أعيدها جدا. أول شيء أضع السين تربيع جنب السين، وبعديها الصاد تربيع جنب الصاد، والرقم أنقل الصوب الآخر بعكس الإشارة. أيوه، وبعدين يا أستاذ أضيف نص معامل س تربيع للطرفين. يعني آخد الرقم اللي قدام س أقسمه على 2، أجيب نص يعني وأربعه، واخد الرقم اللي قدام صاد اقسمه على 2 واربعه، واضيفه ناحيه اليمين وناحيه اليسار. تمام. وبعدين تعال نكتب الارقام. س تربيع ناقص 8 س زائد 16 صاد تربيع زائد 16 صاد زائد 8 تربيع 64 يساوي سالب 79 زائد 16 زائد 64. جميل جدا. وبعدين يا استاذ افتح قوس واجهزه متربع كده، افتح قوس واجهزه متربع كذاك، وهدول اسويهم على الآلة الحاسبة يطلعوا لك بواحد. تمام. وبعدين يا استاذ مؤمن الجذر التربيعي للاول، الجذر التربيعي للاول يطلع بسي، الجذر التربيعي للاخير يطلع باربعة. نفس الاشارة، بنفس الطريقة ونفس الآلية. الجذر التربيعي للصاد، الجذر التربيعي للأخير، نفس الإشارة. حلو 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 يا أستاذ. طيب يبقى يا أستاذ الحل مال السؤال صارت اسمها
س ناقص 4 الكل تربيع زائد ص زائد 8 الكل تربيع يساوي 1. المركز يا أستاذ مؤمن، المركز 4 وسالب 8 ونق نص القطر هيساوي كام؟ 1. تحل كده في الامتحان تاخد ال4 درجات وتبقى أمورك جدا طيبة. يا أستاذ مؤمن، نعم أريد أقول شيء. قول. مين اللي ما داخل؟ طيب كله داخل أهو. إيش؟ رسل على الواتس يقول يا أستاذ السؤال ده جنب في اختبار التصوير. زين. طيب يا أستاذ مؤمن أريد أسأل شيء. اتفضل اسأل شيء. أنا عندي طريقة أسهل من طريقتك هذه. يا راجل إيه والله يا أستاذ. أو أحلها لك يا أستاذ؟ أيوه. شوف أنا أحلها لك كيف بقى يا أستاذ مؤمن. أنت جالس تودينا يمين ويسار. أنا عندي أحسن من طريقتك. فين الطريقة هذه تو تشوفها يا أستاذ؟ شوف كده. إيه خبرنا الأستاذ في المدرسة إن السؤال ده مهم ويجي في الامتحان، وإحنا نصدقك يا أستاذ إنه فعلا مهم ويجي في الامتحان. أنا عندي طريقة أسهل. أول شيء أروح أقول له الحل. أنت معطينا يا أستاذ المعادلة هذه. نعم هذيك المعادلة أنت معطينها لي. أروم أنا بقى يا أستاذ مؤمن أجي أعمل كذاك وأقول له أقسم هنا على 2 وأقسم هنا على 2. يصير عندي المركز سالب 8 على 2 فيها السالب 4. 16 على 2 فيها 8. طبعا قلنا نقسم على 2. نقسم على سالب 2 على سالب 2 فيطلع هنا عندك المركز 4 وهنا سالب 8. وبعدين يا أستاذ مؤمن عندي الجيم أروم أكتبها كده. الجيم يا أستاذ، الجيم هتطلع ب79. أجي فأقول له نق بيساوي الجذر التربيعي 4 تربيع زائد سالب 8 تربيع ناقص 79 يعني جذر 16 زائد 64 ناقص 79 يساوي جذر 1 ب1. أنا جبت يا أستاذ مؤمن المركز ونق طلع ب1 نفس إجابتك الماضية بالضبط أهو. أدي المركز أهو ونق ب1 وأنا جبتها نفس الشيء أهو يا أستاذ. أدي المركز. شفت أنا طريقة الطالب يا أستاذ أسهل من طريقتك كيف؟ أقول لك ما شاء الله عليك ممتاز. ولكن إيه يا أستاذ؟ في الاختبار يوم تيجي يصحح لك في الاختبار هيروح يعمل لك كده. إذا هو كرمك 3 من 4 وراح تنقص يا بطل كم؟ راح تنقص يا أستاذ درجة كاملة. حمو يا أستاذ طالما مطلع لنا صح. الناس اللي لسه داخلة معانا يخلوهم معانا للآخر عشان مدرسة الغالية عندها باقي النشاط بشرح لهم علاقة الدائرة حالا. بعد كده علاقة أوضاع الدائرة لما يكون مرة ب3 نقاط. خلينا نتكلم في هذا يا أستاذ. طب كيف يا أستاذ غلط؟ مطلع لنا صح. أقول لك ليش غلط. خلي حدا يساعدنا وليكن حور. يلا يا حور ساعديني كده يا حور اقرأي لي السؤال. حول معادلة الدائرة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 8 س زائد 16 ص زائد 79 تساوي 0 إلى الصورة القياسية، ثم أوجد إحداثيات المركز وطول نصف القطر. تمام أحسنت يا أخوي. هو قال لي حول وبعدين إيه؟ ثم أوجد إحداثيات المركز وطول نصف القطر. حول ثم أوجد. حول ثم أوجد. أنت عملت إيه بقى تو؟ أنت مو سويت. أنت أوجدت وبعدين هتيجي تقول لي يا سلام خلاص يا أستاذ هذه المعادلة هي اللي أنت باغيينها. هذه هي المعادلة واحنا هناك جبنا المركز وهي هذه المعادلة. لا يا بطل. هو هنا في السؤال كان بيقول لك حول ثم أوجد. إذا طالما السؤال في الامتحان قال لك حول ثم أوجد يبقى إجباري غصب عنك الخطوة اللي أنت شايفها هذه دي عليها درجة في الامتحان اللي هو اسمه إكمال المربع. والله إذا توجدت هتاخد الدرجة، إذا ما موجودة ما هتشوفها الدرجة بعينك. فعشان كده لازم نخلي بالنا. كيف يا أستاذ؟ ليش هتحسب لي هذا غلط يا أستاذ مؤمن؟ أنت هنا جبت المركز وجبت نص قطر
وبعدين حولت. سؤال انت ألفته وجاوبت عليه، هذا السؤال ما يخص الأستاذ مؤمن. الأستاذ مؤمن كان معطيك سؤال بيقول لك حول ثم أوجد، انت رحت وجدت وبعدين حولت، يبقى السؤال هذا ما يخصنا، سؤال غيره. تمام. وبناء عليه يوم تجيني في الامتحان سؤال يقول لي حول المعادلة ثم أوجد، لازم أحلها بإكمال المربع. حد عنده أي سؤال على هذا الموضوع؟ حد عنده أي استفسار؟ دفترك توكل على الله في سؤال مهم، لازم التحويل ده أشوف صح، وعندك 3 دقائق. أنا ما أريدك تغشها لي، أنا أريدك تشوف اللي أنت فهمته. احنا كل شيء بنديه محلول امتحانات السنين الماضية هذه. عندك مسألة هذه، يلا طبق اللي انت استفدته فيها وارسلها على الواتس. تو نحلها يا استاذ زي ما انت حليت؟ ايوه طبعا. جالس تمسخر علينا. طيب بسم الله. اول شيء هاخد المسألة صحح لعمرك اهو. هو بيقول لك 2 س تربيع زائد 2 ص تربيع ناقص 16 س ناقص 12 ص يساوي 24. تمام. حورة هي. تمام يا حور. 3 من 4 يا حور. 3 من 4. ايوه يا ست غالية صح. طيب اول شيء بالنسبة للناس اللي ما قسمت، ما خبرتكم وقلت لكم ان لازم نعمل اول شيء القسمة. اول شيء لازم نعمل القسمة. يعني ايه يا استاذ؟ ترى خبرتك قلت لك اذا كان شيء عدد موجود امام السين تربيع والصاد تربيع اول شيء نقسم على 2. نقسم على 2، فبالتالي هتبقى المعادلة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 8 س ناقص 6 ص يساوي 12. يبقى في ناس ما قسمت؟ نعم في ناس ما قسمت على 2 وده غلطة عندك. نيجي بعد كده الترتيب. السين تربيع تيجي جنبيها السين، الصاد تربيع تيجي جنبيها الصاد، ودينا ال 12. نضيف نص معامل السين للطرفين تربيع، يعني س تربيع ناقص 8 س هنا زائد ص تربيع ناقص 6 ص يساوي. قلنا نضيف معامل السين بعد ما نربع نصه. نص الثمانية 4 تربيع 16 يبقى ضيف هنا 16. نص الستة 3 تربيع 9 يبقى ضيف هنا 9. ونيجي لطالبة مش هنقول اسمها طبعا ممتازة ومتوقعين انها تجيب 100، فضلت كاتبة 12 يعني لحد آخر المسألة وطلع معاها نص القطر وبالتالي ضاعت منها درجة. احنا اللي بنضيفه يمين نضيف كما يسار، يبقى الاثنين اللي انت شايفهم قدامك دول ينضافوا يمين ويسار، يبقى زائد 16 زائد 9. تمام يا أستاذ. وبعدين نبدأ نيجي نروح نفتح قوسين. الجذر التربيعي س جذر التربيع 16 4 نفس الإشارة زائد نفتح قوس صاد ناقص 3 يساوي لك 37. دول لما تجمعها على الحسابة يبقى المركز بعكس الإشارة 4 بعكس الإشارة 3 ونق بتساوي جذر 37. كده تاخد الدرجة كام؟ كل واحد من اللي قلت له 3 من 4 أكيد عنده نقص، اللي عنده نقص في القسمة، اللي ناس الرقم، اللي سوى العكس، اللي جاب المركز ونص القطر وبعدين جاب الصورة القياسية. تمام. شوف غلطك فين، شوف غلطك فين واعرف عسى نكون اتعلمنا من هذا الخطأ. تمام. هذه من المسائل المهمة لازم نخلي بالنا، هذه من المسائل المهمة نخلي بالنا. حاضر بقول لك تو.
عمر ابص لك على خطأك يا عمر، انا قلت لك ليه خطأ. اشوف يا عمر اهو، انا بشوف اللي بص انت على الخطأ اللي عندك، اشوف عمر كان ايش الخطأ اللي انا هين يا عمر. لا يا عمر اف عليك، انت ما عندك خطأ. 4 من 4 يا بطل. عادي، يمكن كانت رايحة رسالة حد تاني طاحت في وجهك انت يا عمر، عادي اسمح لي. اما بالنسبة للأخت، ايوه خلاص عرفت غلطها، رسلت تو. تمام. يلا مين تاني؟ اوكي. المهم، هذه من النوع المهم جدا جدا. هناخد العلاقتين دول. اول شيء علاقة التماس مع محاور الإحداثيات، والدائرة اللي تمر ب3 نقاط عشان عندهم. أول شيء بالنسبة للتماس مع محاور الإحداثيات، أول شيء نروح مدخلين أدي الدائرة، هذه دائرة، ولو أنا رسمت محاور الإحداثيات، هذا محور السين ومحور الصاد. خلينا ناخذ الدائرة هذه، خلينا ناخذ الدائرة. قال لي لو أنا عندي دائرة مست محور السينات فقط، أي لمست محور السينات، الإحداثي ده لو أنا عندي مركزها اسمه دال جهاء، إذا مست الدائرة محور السينات يكون نق يساوي الإحداثي الصادي داخل المطلق كده. فمثلا لو أنا عندي مركزها في الوضع ده -3 و5، -3 و5 أو 0 أو 3 و0 أو أي رقم، طالما مست محور السينات يبقى نقول عليها يا أستاذ س تربيع، أو س زائد 3 لكل تربيع زائد صاد ناقص 5 لكل تربيع يساوي 5 تربيع اللي هي 25. يبقى كل اللي أريده منك لو قال لي تمس محور السينات يعني نق يساوي الصاد مطلق الصاد. طب لو قال لي يا أستاذ تمس محور الصادات يبقى نق يساوي مطلق السين. طب لو قال لي تمس المحورين، يعني تمس محور السينات وتمس محور الصادات، يبقى نق عادي لو سويتها بتساوي مطلق سين صح، لو بتساوي مطلق صاد صح، كلاهما صحيح لما يجي يقول لي تمس المحورين. طيب السؤال يجي كيف في الاختبار؟ تعالى كده نشوف. يجي السؤال بالشكل ده في الاختيارات. أوجد معادلة الدائرة التي مركزها -3 و4 وتمس محور السينات. تمام، جميلة جدا. راح قايل له الحل. خلي بالكم احنا الحصة الجاية هناخد الممسات كامل، الممسات وطول الممسات وتمس السين والصاد وكله، كل ما يخص تقع على مستقيم. اوجد معادلة الدائرة التي مركزها، يبقى نقول له هنا طالما قال لي تمس محور السينات يبقى أنا عرفت إن نق يساوي مطلق الصاد. يبقى المعادلة هي س زائد 3 لكل تربيع زائد صاد ناقص 4 لكل تربيع يساوي مطلق الصاد. طب الصاد ب4 يعني يساوي لي 4 تربيع، يعني س زائد 3 لكل تربيع زائد صاد ناقص 4 لكل تربيع يساوي 16. تجيني في الاختيارات وهستخدمها أكتر في موضوع المستقيمات. يعني إيه يا أستاذ موضوع المستقيمات؟ لما ناخدها الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب تمس محور الصادات، لما يقول لي تمس محور الصادات كما هذه المسألة، واحدة واحدة احنا ماشيين واحدة واحدة لغاية ما ناخد المسألة المهمة والخطيرة. هذه يا أستاذ مسألة عادية هي. اوجد معادلة الدائرة التي مركزها 3 و4 وتمس محور الصادات. قال لي الصادات خلاص استفاد منها ايه يا أستاذ؟ تمس محور الصادات هذه أعرف إن نق يساوي مطلق السين.
يبقى أنا لما أجي أحل أقول له س ناقص 3 لكل تربيع زائد ص ناقص 4 لكل تربيع، آخد الإحداث السين أربعه يساوي 3 تربيع اللي هو بكام؟ ب9. جميل يا أستاذ، تمام، هذا عرفناها خلاص. لما يقول لي تمس محور الصادات أتعامل معاها إزاي؟ لما يقول لي تمس محور السينات أتعامل معاها إزاي؟ طب نيجي بقى لما يقول لي تمس المحورين. عشان تمس المحورين لازم يكون في شرط متحقق. ايه هو الشرط ده يا استاذ؟ هنشوفه امام عيننا تو برسمه على السريع كده. لو انا خدت مثلا محاور الاحداثيات عشان تفهمها بس وبعد كده نشتغل عادي. ادي محاور الاحداثيات السيني وادي كمان الصاد. ناخد دايره، هذه دايره. عشان تمس الدائرة المحورين لك أن تتخيل إن الدائرة عشان تمس محورين لازم يكون عند نفس النقطة. يعني لازم النقطة دي لو كانت دي 3 يبقى دي كمان 3. ممكن تختلف في الإشارة ولكن المقدار يكون متساوي. مش فاهمة يا أستاذ يعني إيه تختلف في الإشارة؟ يعني مثلا لو أنا جيت رسمت الدايرة ديت عملت لها كذاك، خدت لها كوبي ورحت خدتها بس خدتها الناحية التانية كذاك. الدايرة ديت أيضا تمس محور السين والصاد، بس إحداث المركز مالها دي -3. الأولى اللي هناك مركزها هيكون 3 و3، أما الثانية هذه مركزها راح يكون -3 و3. ولو خديت الرابعة تعالى جرب الرابعة كده، هيصير مركزها هذا -3 في السينات و3 في الصادات. طب لو خديت الرابعة هيكون مركزها 3 في السينات و3 فين؟ في الصادات. يبقى عشان خاطر تمس المحورين لابد ان يكون الرقمين متساويين، بس ممكن يكونوا مختلفين في الاشاره، واحد بالسالب واحد بالسالب واحد بالموجب واحد بالسالب، كلاهما بالموجب. علشان انت لما تيجي تكتب المعادله وليكن هناخد الاولى دي، هتقول له س ناقص 3 لكل تربيع زائد ص ناقص 3 لكل تربيع يساوي لك، سواء خديت السين ماشي الصاد ماشي وتربعها هتطلع ب9. عشان كده قلنا لما يجي يقول لي تمس المحورين يبقى معادلة مطلق السين يساوي مطلق ايه؟ الصاد. دي بالنسبة لما تمس المحورين. طيب يا أستاذ أهميتها في ايه؟ أهميتها في سؤال اختياري وفي السؤال المهم جدا اللي جاي ده. في السؤال المهم جدا جدا اللي جاي هذا بس هناخد واحدة عليه وبعد كده ندخل على نشاط باكر ونكمل إن شاء الله الحصة الجاية. بس هذه المسألة مهمة جدا جدا جدا. شوف كذاك معايا واحدة واحدة، هرويك حلها وأحلها معاك بعد كده بالتفصيل. بسم الله. ديروا بالكم منها المسألة هذه، وبعد كده الحصة الجاية مع الحالات هناخد لما مركزها يقع على مستقيم. شوفوا وبعدين هنتكلم هنقول ليه احنا سوينا كده. اوجد معادلة الدائرة التي تمس محور السينات في النقطة 5 و0 وتمر بالنقطة 2 و3. يعني هي هتمس محور السينات في النقطة 5 و0. تمام؟ هتمس محور السينات في النقطة 5 و0 وتمر بالنقطة د وهاء. طب أنا أستفاد منها إيه يا أستاذ؟ لما تمس محور السينات عرفت إن نص القطر الإحداث الصادي، يعني نقطة هيكون هاء زي ما أنا مسوي لك كده. طيب يبقى أنت عندك يا أستاذ النق بهاء، وعندك تمر بالنقطة 5 و2 و3 ومركزها 5 وهاء، وجينا سوينا اللي انت شايفه قدامك هذا هنا في العلاقة. طيب تعالى بقى يا أستاذ،
تعالى يا أستاذ مؤمن لما نيجي نحل مسائل من هذا النوع روحوا شوفوا هتحلوها كيف. نقطع كده وكله يخلي بالنا معانا ونبدأ نتعامل مع السؤال. يلا يا أستاذ على بركة الله خلينا نقص. السؤال هذا فكرته مهمة جدا في شيء هقوله لك عليه تو حالا. يلا نرفع ونشوف هنتعامل معها ازاي. 90% بيغلطوا في السؤال ده. 90% يا أستاذ إيه؟ هقول لك ليه. هقول لك ليه. الطالب أو الطالبة هيقول لك بسيطة يا أستاذ مؤمن أنا هحل. أقول له الحل. تمس محور السينات. تمس محور السينات. يبقى إذا النق يساوي مطلق صاد اللي هي الهاء. ضغط سيبها صاد سيبها صاد. في النقطة 5 و0 وتمر بالنقطة 2 و3 ويمس السينات في النقطة 5 و0 يعني نقطة التماس هي 5 و0. طيب أول شيء يا أستاذ مؤمن ما قالكش إن مركزها النقطة 0 و0. يمكن مركزها أي نقطة غير 0 و0. يبقى لما تيجي تحل لما تيجي تتعامل مع السؤال هتقول أنا هقول يا أستاذ إن المعادلة المفروض س ناقص د الكل تربيع زائد ص ناقص ه الكل تربيع يساوي لي نق تربيع. طيب هي بتمس. شوف بقى فايدة الرسم اللي هيساعدك على ان انت تفهم السؤال. مست محور السينات في النقطة 5 و0. كل يركز معايا عشان هسأل سؤال. مست هنا كده النقطة دي اسمها 5 و0. مين شاطرة تقول هستفاد بيها أنا؟ مين شاطرة تقول أنا هستفاد إيه لما يديني نقطة التماس؟ تبقى ممتازة. يا أستاذ مؤمن أنا هستفاد لما يديني نقطة التماس. يبقى أنا عرفت الإحداث السيني في المركز. الإحداث السيني في المركز هو كام؟ 5. طب والإحداث الصادي ما أعرفه يا أستاذ مؤمن. الإحداث الصادي المفروض الصاد هي بالنسبة لي نق. يعني ممكن أكتبها نق. يبقى البت الشاطرة هتيجي تقول يبقى أنا هكتب هنا س ناقص 5 لكل تربيع زائد نق. ما احنا عندنا هنا الإحداث الصادي هو نق. عشان كده قلنا نق يساوي مطلق صاد. ليه؟ عشان تمر بمحور ايه؟ السينات. فهيبقى عندي النق هي الصاد. فأنا ممكن أجي أقول له بدل الصاد وبدل الهاء كده أقول له صاد ناقص نق. الإحداث النق الدال هي نق أهي. الدال الهاء هي نق. عشان خاطر يقطع يبقى أقول له صاد ناقص نق الكل تربيع يساوي لنا نق إيه؟ تربيع. طيب جميل جدا. الدائرة تمر بالنقطة إيه يا أستاذ؟ بالنقطة إيه الدائرة تمر بالنقطة 2 و3. إذا تحقق معادلتها. يبقى تحقق معادلتها يبقى أجي أعوض يا أستاذ عن المعادلة اللي هي فيها 2 و3 زي ما احنا شفنا من شوية. نعوض عن النقطة 2 و3 تساوي نق تربيع. نعوض عن النقطة 2 و3 يبقى 2 ناقص 5 لكل تربيع زائد 3 ناقص نق لكل تربيع يساوي لنا نق تربيع. جميل. 2 ناقص 5 سالب 3 يبقى 9 زائد 3 تربيع ب9 ناقص الأول في الثاني 6 نق زائد نق تربيع يساوي نق تربيع. هتلاقي نفسك اما تقول النق تربيع هذه راحت مع النق تربيع.
عشان بتروح بعكس الإشارة. يصير عندك 18 ناقص 6 نق يساوي 0. إذا 18 يساوي 6 نق، يبقى النق اقسم على 6 تطلع بكام؟ 3. وهنا بقى الخطأ الشائع. الخطأ الشائع إن الناس بتروح تكتفي بمعادلة واحدة فقط وتقول لك يا أستاذ بس يبقى المعادلة اللي إحنا نريدها س ناقص 5 لكل تربيع زائد ص ناقص 3 لكل تربيع يساوي 9. وإن كانت هتبقى صح، بس لازم أجرب النق مرة بالثلاثة ومرة بالسالب 3. حموم مش شاطر يقول ليه؟ مين شاطر يقول ليه أجربها مرة بالثلاثة ومرة بالسالب 3؟ لأن أنت قلت إن نص القطر إن لما تمس محور السينات نق بيساوي مطلق هاء، فصارت هاء اللي هي نق ديت مرة ممكن تبقى بالموجب ومرة ممكن تبقى بالإيه؟ بالسالب. طب لو ما سويتها يا أستاذ، لو ما سويت المعادلة الثانية هي تبقى هيطلع معاك بالسالب، نق بالسالب هيكون مرفوض. احنا هنيجي هنا النق لما نيجي نعوض بيها عوضنا بيها سواء بالثالث بسالب 3 أو 3 هيبقى التربيع مالها بكام؟ ب9. طيب نشوفها تاني يا أستاذ، قل تاني كده الجزئية ديت، أنا ما فاهمينها صراحة المثل هذا يا أستاذ. تاني، توجد معادلة الدائرة التي تمس محور السينات. تمس محور السينات على طول يبقى نق يساوي مطلق صاد اللي هو هاء يعني. طيب النقطة مال التماس دي استفاد منها ايه؟ نقطة التماس اللي بيعطيها لك عشان تعرف الإحداث السيني ده بقى اسمه 5. وعندك النق اللي هو الإحداث الصادر لأن تمس محور السينات. رحنا كتبنا المعادلة وقلت أعوض بقى لأن الدائرة تمر بالنقطة 2 و3. عوضنا طلعت لي النق تربيع راحت عشان بالسالب. 18 ناقص 6 نق يساوي 18 يساوي 6 نق، إذا نقسم على 6 النق بتساوي 3. يوم إن شاء الله ناخد الممسكات هناخد بالتفصيل الممل هذا الجزء. هذا اللي جاي بالنسبة لمدرسة الغالية ومدرسة ضرار وسيف. شيء مهم أيضا وضع لما تمر الدائرة ب3 نقاط، وده برضو أيضا عليها سؤال في الامتحان، آخر فكرة في الامتحان، وده سؤال مقالي. احنا اتفقنا أول الحصة قلنا إن في ما لا يقل عن 11 درجة في حصة اليوم على الدائرة، لأن الجزء اللي باقي اسمه الممسات، جزء على بعضه كده، دائرة المرة بنهايتي قطر والممسات، دول عليهم برضو ال7 درجات أو ال8 درجات الباقيين من معادلة الإيه؟ الدائرة. يبقى احنا عندنا الجزء الأكبر اللي خدناه اليوم، يجي يقول لك إيه؟ أوجد معادلة الدائرة المرة ب3 نقاط. هذا مهم جدا السؤال هذا. اوجد معادلة الدائرة المرة ب3 نقاط، دي من المسائل المهمة جدا جدا، سواء انت عندك سؤال عليها ولا ما عندك لازم تخلي بالك منها. اوجد معادلة الدائرة المارة ب3 نقاط، ودايما وابدا بيحط لك 0 و0 8 و0 و4 و6. طيب خلينا اسال مريم. يا مريم ايه هي الصورة العامة لمعادلة الدائرة يا ماما؟ س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد ج يساوي 0. حلو جدا جدا ممتاز. يبقى اروح جاي له اول ما تجي لي مسألة زي كده اكتب له ان الصورة العامة هي س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد ج يساوي 0. تمام. واخد له نقطة نقطة واكتب له كده النقطة 0 و0 تحقق معادلة الدائرة. النقطة 0 و0 تحقق معادلة الدائرة. يبقى تعالي في المسألة شيل كل س وكل ص وحط مكانها 0 و0. يلا نشوف كده يا أستاذ أهو. يبقى 0 تربيع زائد 0 تربيع زائد 2 في لام في 0 زائد 2 في كاف في 0 زائد ج يساوي 0. هتلاقي نفسك ده 0 زائد 0 زائد 0 زائد 0
زائد ج يساوي صفر. يبقى تحصلنا على مجهول من ضمن المجاهيل اللي هو ج بيساوي صفر. دي أول خطوة أسويها، أقول له النقطة صفر وصفر تحقق المعادلة وأعوض بيها. تمام. تعالى للخطوة الثانية، أروح قايل له النقطة 8 وصفر تحقق المعادلة. تمام. يعني نعمل إيه يا أستاذ؟ يعني نيجي في الصورة العامة اللي زميلتك قالتها، نشيل كل س، نشيل كل س، دي السين ودي الصاد، نشيل كل س ونحط مكانها 8، فيصير عندك إيه؟ 8 تربيع زائد صاد تربيع اللي هي صفر، يبقى صفر تربيع زائد 2 في لام، نخوذ السين ونحط مكانها 8 زائد 2 في كاف في صاد، نخوذ الصاد نحط مكانها صفر زائد الجيم اللي احنا جبناها بصفر أساسي. هيصير عندك 64 زائد 2 لام في 8 يبقى 16 لام يساوي صفر. ودي بعكس الإشارة، حلها زي صف سابع. ودي بعكس الإشارة يبقى 16 لام يساوي 64. نقسم الأطراف كلها على 16. إذا لام تساوي، بس سالب ما تنسوش، إذا لام بتساوي سالب 4. ليش يا أستاذ؟ لأن إحنا لما نقلنا ال 64 نقلناها بالسالب. حلو. أروح جاي للنقطة الأخيرة 4 و6، أروح أقول له النقطة 4 و6 تحقق المعادلة. كل س شيلها وحط مكانها 4، كل صاد شيلها وحط مكانها 6. يلا يلا يا أستاذ توكل على الله، إحنا معاك أهو. يبقى س تربيع يبقى 4 تربيع، صاد تربيع يبقى 6 تربيع، 2 لام. لحظة لحظة لحظة، تو إحنا جايبين اللام يا أستاذ تو. يبقى تقول له 2 في سالب 4 في س اللي هي ب4 زائد 2 كاف صاد، يبقى 2 في كاف الصاد عندك ب6 زائد الجيم انت جايبها بصفر، وما ينفع وممكن ما تكتبها كمان. طيب تعالى بالراحات، ما تستعجل، واحدة واحدة. هتلاقي نفسك لما تقول 16 زائد 6 تربيع 36 سالب 8 في 4 يبقى سالب 32 زائد 12 كاف بيساوي صفر. اجمع بحسابتك، شغل الحسابة كليته الآلة الحاسبة. 16 زائد 36 ناقص 32، أنا روح هجمعها لك يا أستاذ، يعني هتطلع 20. ها، حد جمعها؟ أيوة 20. أيوة. أيوة 20 زائد 12 كاف يساوي صفر. ودي بعكس الإشارة، إذا 12 كاف يساوي سالب 20. اقسم على 12، يعني الكاف سالب 20 على 12 يعني سالب 5 على 3 على 4 فيها 3 بقى سالب 5 على 3. هذه الكاف. المشكلة الكبيرة إن ببص ألاقي الطلاب عملوا كذاك وخلاص تعبوا، يقول لك خلاص أنا جبت الجيم واللام. إحنا خلصنا يا مريم ولا بعد؟ بعد. ليش؟ هو إيش طالب؟ نكتب المعادلة. هو طالب المعادلة، ما قال لك جيب المجاهيل لام وكاف، وقال لك اوجد المعادلة. يبقى لازم بعد ما تخلص هذا تيجي تقول له ايه؟ معادلة الدائرة هي س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام. طب ما انت جايب اللام
بسالب 2 يبقى ناقص 8 س زائد 2 كاف، ما انت جايب الكاف بسالب 5 على 3 يبقى سالب 10 على 3 صاد زائد الجيم اللي هي بصفر. هذه هي المعادلة. أستاذ مؤمن، أستاذ نعم. هو عادي يا أستاذ اللي أمام الصاد يطلع بالكسر عادي، بس اللي مش عادي إن أنت تسيب لنا المعادلة شكلها ما زين كذاك. طب مو تريد مني تسوي يا أستاذ؟ أريدك تعمل إيه؟ أريدك تظبطها. مش شاطر يقول هنعمل إيه؟ خطوة بسيطة ترى هي، ما إنها صعبة يعني. إيش التاتش اللي هنسويه هنا؟ مين يقول؟ خلي نضرب السين ثلاثة. مرة. أيوة، أضرب المعادلة كلها في 3 بحيث تصير 3 س تربيع زائد 3 ص تربيع ناقص 24 س ناقص 10 ص يساوي صفر. يعني تبقى مسألة ما فيها قصور. أدخل بس عبيد وهنحكي فيها المسألة دي تاني، ما تخافوا، هنتكلم فيها من المسائل اللي جدا مهمة، زي بالضبط موضوع التحويل من الصورة العامة للصورة القياسية كماها بالضبط. يعني فكرتها أهميتها كما أهمية هذا. تمام. يجي في الامتحان ويقول لي اوجد معادلة الدائرة المارة ب3 نقاط. خليني في الأول أعمل بس الشاشة عشان تشوفوها قدامكم، نصغرها شوي. أيوه بالشكل ده. يجي في الامتحان يقول لي أوجد معادلة الدائرة. حاشا يا أستاذ مؤمن طويلة، خلي بالك، سيبك من كلمة طويلة. هذا ده هو توخد منك، مخلينك إن في نقطة صفر وصفر. أنت تعرف لو ما ضاع لك نقطة صفر وصفر كنت هتكون كام؟ هتكون معادلات تحتوي على أرقام، فكانت هتبقى متصعبة عليك. ده هو تو بالوضع اللي قدامك مريحينك. ولكن فعلا في الامتحان بيجي السؤال اوجد معادلة الدائرة المارة بالنقاط. أول خطوة أعمل له إيه؟ أكتب له الصورة العامة لمعادلة الدائرة، واروح واخد النقطة اللي هو مديني إياها، أقول له هذه تحقق الإيه؟ المعادلة. أقول له هذه تحقق المعادلة. طالما إن هي حققت المعادلة نعوض بيها، نشيل كل س ونحط مكانها إيه؟ صفر. طيب وبعدين يا أستاذ بعد ما أشيل كل س وأحط مكانها صفر هكون الجيم تطلع معايا مباشرة ما فيها شيء زي ما أنتم شايفين أمام عينكم تو. طيب وبعدين آخد النقطة الثانية، وبعد ما اخد النقطة الثانية مو اسوي؟ اروح قايل له يا استاذ اعوض 8 تربيع زائد 0 تربيع 2 لام في 8 زائد 2 كاف وابدا اشتغل. تمام. وبعد ما اشتغل يا استاذ، بعد ما نخلص شغل خالص، هتلاقي الكاد 16 لام طلعت بسالب 64، يبقى اللام بسالب 4. طيب انا اريد بس تو الطالبات اكثر شيء، ويا سلام لو الكل، يا سلام لو الكل، يعني أكون جدا ممتن لو الكل يحل التدريب ده وأصححه لكم بعد إذنكم. طبعا بالأخص مدرسة الغالية بنت ناصر، وتحديدا المسألة اللي هتشوفها أمام عينها دي، تحديدا المسألة، الناس اللي عندهم نشاط، والدرجة اللي هتجيبيها توفن معايا هتجيبيها في النشاط، اتأكدي 200 200. يلا يا أستاذ ورينا كده يا أستاذ السؤال اللي هنحله. سؤال قصير، جيبي لي سؤال قصير كده في دفترك وشوفي لي السؤال هذا. لحظة بس. مدرسة الغالية عن مدرسة الغالية أنا أتكلم. ها شايفين المسألتين دول يا بنات؟ واحدة منهم بتجيلكم إن شاء الله باكي، هدول بالضبط. ها أنت حلي واحدة معي تو، خدي واحدة في البيت. اللي ما يريد يكمل معانا عنده ارتباطات ولا شيء يتوكل على الله. إنما بنات الغالية ما حدا يروح إلا لما يحل، واللي بغي يحل يحل. تمام. هذاك نشاط توجد معادلة الدائرة المارة بالنقاط. ها 0 و0 0 و2 وأخيرا 6 و0.
على طول من دون تردد نقول له الحل س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد ج يساوي صفر. نعوض النقطة صفر وصفر يبقى صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر زائد ج يساوي صفر، يبقى جبنا الجيم بتساوي صفر. نعوض بالنقطة نقول النقطة صفر واتنين تحقق، يبقى صفر تربيع يبقى 2 تربيع زائد 2 في لام في صفر زائد 2 في كاف في 2 زائد صفر يساوي صفر. يبقى عندي 4 زائد 4 كاف يساوي صفر، يعني الكاف بسالب 1 لما تروح بعكس الإشارة. طيب نروح بعد ما جبنا الكاف نروح معوضين بقى بالنقطة اللي هي 6 وصفر. 6 دي اللي هي س تربيع يبقى 36 زائد 2 في لام يبقى 2 في 36 يبقى 2 في 6 ب12 لام 2 كاف صاد يبقى صفر زائد يعني تطلع بتساوي صفر، يبقى 12 لام يساوي سالب 36 يعني لام بسالب 3. تعوض في معادلتك س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س يعني ناقص 6 س زائد 2 كاف ص ناقص 2 ص يساوي صفر. هذه معادلة من المعادلات السهلة المفروض نكون عارفينها. نكمل بإذن الله الأسبوع القادم. كده الأمور طيبة معانا، حصتين بس نخلص المنهج عشان نبدأ نراجع. نستودعكم الله، تروموا إن أنتوا تغادروا، أرسل لكم الأوراق حالا تو. الله في حفظ الرحمن.